تعالوا نشوف بعض في شهر رمضان بإذن الله كأرواح. يعني إيه كأرواح؟ الروح ليها رحلة على الأرض، بتمر ببعض التجارب من خلال هذا الجسد، من خلال النفس، علشان تتعلم وترتقي وترجع مرة أخرى ربنا سبحانه وتعالى. فبغض النظر بقى عن رحلة كل واحد، تجربة كل واحد، أنت كروح مقدر في ذاتك. كونك بقى اسمك فلان، من أسرة فلان، في البلد الفلانية، في المكان الفلاني، ده مش بيغير في إن أنت أصلك الأساسي روح. مش مشكلة وظيفتك إيه، مش مشكلة أي حاجة إيه، لكن في الآخر أنت روح. فلو أنا النهاردة عارفة إن جوه كل واحد هذه النفخة من الرحمن، فكلنا على قدر من التكريم والتشريف بمختلف أعمالنا، بمختلف ألواننا، بمختلف أجناسنا. كلنا يا جماعة في الآخر خلقنا من نفس واحدة واحدة. اللقطة دي لوحدها تخلينا نعرف إن أنت وإنتي وهو وهي كلهم أجزاء مني أنا. إحنا كلنا واحد في الآخر، كلنا أجزاء. صحيح كل واحد بيختار الضرب بتاعه، وكل واحد هو برضو مسؤول عن نتائجه وعن يعني المردود بتاعه في حياته وعن اختياراته. بس في الآخر مليش إن أنا لا أحكم ولا إني أزيد النار نارين، ولا الموقف اللي ممكن يتحل في يوم ولا يومين يتحل في سنة وسنتين، وكلمة من هنا على كلمة من هنا، على الشيطان يخش من هنا، على الوسواس يخش من هنا، نلاقي الخناقة اللي قد كده بقت خناقة بتؤدي إلى انقطاع في الرحم وانفصالات وطلاقات. كل ده عشان إيه؟ عشان بني معيش مرتاح. الشيطان مهمته الرئيسية إنك ما تكونش مرتاح ولا تكون مبسوط، عشان وإنت مبسوط هتشكر وتحمد، عشان وإنت مرتاح هيبقى العطاء عندك أسهل وأسرع. هو يهمه إن إحنا نفضل طول الوقت في مشاكلنا اللي إحنا قاعدين نلف وندور فيها، نلف وندور. طب ما تيجوا بقى المرة دي في رمضان ده نضحك على الشيطان، نقول له بص بقى، أنت مش هتخيل نقعد نلف وندور في اللقطة دي، إحنا هنعمل بوز، هنوقف بقى، ونستنى بعد رمضان نبقى نكمل خناق نعلنها كده في أسرتنا، مع ولادنا، مع زوجتنا، مع زوجنا. بصوا يا جماعة، إحنا هناخد فاصل ونواصل بإذن الله. مين عارف، مش يمكن الفصل اللي تاخدوه ما يبقاش فيه مواصلة بعديه، مش يمكن تتحل، مش يمكن تخلص